النهاردة حصلت حادثة بشعة هزت منطقة المهندسين كلها. الحادثة دي حصلت بالتحديد في شارع البطل أحمد عبد العزيز، في منطقة المهندسين في الجيزة. اللي حصل إن في طفل عنده 12 سنة اتذبح هناك في سوبر ماركت. ايه تفاصيل الواقعة؟ الواقعة حصلت الساعة 2:30 الظهر، في منطقة المهندسين في شارع البطل أحمد عبد العزيز. كان هناك في سوبر ماركت، وكان في طفل بيشتغل هناك في السوبر ماركت. الولد ده عنده حوالي 12 سنة، وكان معاه زمايله حوالي 3 تانيين كانوا قاعدين في السوبر ماركت وكانوا بيتغدوا. ما كانش فيه شغل في الوقت ده، فقعدوا وكانوا بيتناولوا الغداء مع بعض. المهم ان دخل عليهم المتهم، ودوت عنده حوالي 35 سنة، وبيشتغل، هما بيقولوا ان هو بيشتغل في محل كوافير حريمي. فدخل المهم المحل، واول ما دخل طبعا الاولاد كانوا قاعدين كلهم بياكلوا، فالولد دوت قام علشان يشوف هو طالب ايه، يعني واحد داخل عايز حاجة، اكيد داخل من السوبر ماركت هيشتري طلب. فاول ما الولد قام ولسه هيقول له انت عاوز ايه، ما خدش يعني ثواني الا وكان طلع السكينة وراح ضربه طعنات في رقبته. والولد مات في ساعتها طبعا وغرق في الدم بتاعه. شهود العيان هم زمايله معاه في المحل قالوا ان هم اتفاجئوا باللي عمله، لان ما كانش متوقع وحصل في ثواني. يعني الحكاية ما خدتش وقت، يعني ما كانش في مشكلة بينهم، ما اتخانقوش مع بعض عشان هم يتدخلوا. هم فوجئوا، يعني هم كانوا عارفين ان هو داخل هيشتري طلب، فكان الامور ماشية عادي. ولكن في ثانية حصلت الجريمة دي، فجأة لقوا زميلهم واقع على الارض وطبعا منحور في رقبته. طبعا المتهم عمل كده وجري بسرعة بالسكينة اللي في ايده، ولكن طبعا زمايله قدروا يلحقوا بيه ويجروا وراه في الشارع. حصلت مطاردة في شارع البطل احمد عبد العزيز. الناس طبعا شافوا السكينة في ايده وزمايله بيجروا وبيصرخوا، طبعا الناس كلها بقت تجري وهم كمان عشان يقدروا يلحقوا بيه. كانت المطاردة يعني عنيفة، او كان في خوف ورعب منه، لان هو للأسف كان ماسك السكينة في ايده وكانت الناس خايفة منه، ولكن قدروا ان هم يمسكوه ويدخلوه في عمارة من العمارات ويدوله علقة موت لحد لما البوليس جه واخدوه من ايديهم، وطبعا راحوا بيه في اسم الدقي. الواقعة او الناس بتقول وهو بيجري وبيتكلم، قالوا كان بيهمهم بكلام بيقول هو انا حر، ده ابني وانا حر فيه، اعمل فيه اللي انا عاوزه. ولكن لما جم يسألوا في النيابة، يعني شهود العيان وصحابه المقربين، الراجل ده هو ده فعلا أبوه؟ قالوا أبدا، ده ولا أبوه ولا هو ابنه، ولا في علاقة تربط بينهم، غير إن محل الكوافير الحريمي ده موجود في نفس الشارع اللي فيه سوبر ماركت بس. ولكن هم ما يعرفوش بعض وما اتكلموش قبل كده مع بعض، يعني ما فيش خلافات قديمة بينهم أو في مشكلة حاصلة علشان هو يجي مثلا ويتربص له وينتقم منه. هنقول ينتقم من مين؟ ده طفل عنده 12 سنة، يعني ايه اللي يعمله ويوصل بيه انه يعمل فيه كده؟ يعني حتى لو يعني هنقول ايه، يعني حصلت مشاجرة بينهم قبل كده او مشكلة، مش هتوصل لان النحر، يعني ان هو يقتله فعلا، يعني ذبحه في رقبته. جريمة بشعة جدا بكل المعايير وبكل المقاييس. ولكن في النهاية هما بيقولوا ان الراجل ده مختل عقليا، علشان في ناس تقولك ده واخد مخدرات. طب ايه اللي حصل؟ لا، هما بيقولوا ان هو مختل عقليا، وجاء بقى في طريقه للأسف ان هو اخد السكينة ودخل كده في المحل، وجاء بقى نصيبه مع الولد ده وقتل. ولكن يعني انا مش فاهمة حتة مختل عقليا، لان المفروض المختل عقليا ما بيشتغلش، يعني هو شغال المفروض في كوافير حريمي. فاحنا خايفين تكون هي دي النقطة اللي يقدر يخرج منها من الجريمة بتاعته، لان دايما لما واحد مرتكب جريمة وبالذات اعمال عنف او قتل، اسهل حاجة المحامي بتاعه او الناس المقربين منه يقولوا له ايه، ده مختل عقليا، ده نفسيته مش عارفة عاملة ايه، ده دماغه تايهة منه. طيب ده خطر على الناس، يعني انتوا عارفين انه مختل عقليا بتطلعوه من بيته ليه؟
طب هو ازاي شغال؟ يعني برضو دي في شوية كده يعني علامات استفهام حوالين مختل عقليا دي، ولكن ده اللي اتقال حاليا، لان هي الجريمة لسه حاصلة النهاردة طبعا، وفي كلام كتير وفي اقوال كتيرة، لكن في النهاية طبعا هنقول ربنا يرحم الولد دوت، لان ما كانش له اي ذنب، كان بيسعى على اكل عيشه ومكافح. تخيل ولد عنده 12 سنة ويشتغل في سوبر ماركت، الا اذا كان محتاج واسرته محتاجة، واسرته فعلا اتواجدت على طول لما الحادثة حصلت. كانوا متواجدين ابوه وامه، ونفوا تماما ان الراجل ده له اي علاقة بيهم خالص، وهو مفيش اي صلة بينه وبينه. يعني هو بيتكلم وبيهمهم ان هو ده ابني وانا حر فيه. اختلط عليه الامر، انا مش عارفة بس ازاي اختلط عليه الامر، واكيد لو عنده مشكلة مع ابنه وعرف ان هو شغال في المحل ده، لما اشوفه هعرفه ده ابني ولا لا. لكن انا هدخل اقتل في اي حد، يبقى في خلل فعلا، في حاجة غلط. بس الغريبة انه بيشتغل، فدي برضو حاجة انا مش فاهماها قوي، مش واصلة. يعني ازاي انا مختل عقليا، وازاي انا في نفس الوقت وبشتغل في كوافير حريمي؟ فالموضوع فيه ملابسات وفي اقاويل كتيرة. هنتابع ان شاء الله الاحداث بعد كده، ونشوف ايه كلام شهود العيان اكتر، ونفهم التفاصيل بعد كده. انا حبيت طبعا معاكم على الحدث ونعرف الجريمة اللي حصلت النهاردة، لانها بجد يعني هزت المنطقة وهزتنا احنا شخصيا وهزت مصر كلها. لان طفل صغير يتم ذبحه يعني بالشكل البشع ده، حاجة صعبة جدا. ربنا يرحمه ويصبر أهله طبعا. منتظرة رأيكم في التعليقات، قولي رأيكم في الجريمة بتاعة النهاردة، ونسألكم الدعاء للطفل ده ربنا يرحمه. ما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو، ولو حابين قضايا تانية بتشغل الناس على السوشيال ميديا يبقى تشتركوا معايا في القناة. بنهاية الفيديو أترككم في رعاية الله، ولكم مني تحياتي.